عاجل زلزال خطير ومدمر يضرب هذه المدن المغربية قبل قليل ويخلف فاجعة كبيرة وتحذيرا لجميع المغاربة. إليكم التفاصيل، ولكن إذا كنت تتفق معي أن هذه الزلازل هي غضب من الله علينا على أفعالنا فاضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. الآن في تطور مفاجئ، ضرب زلزال عنيف شمال المغرب وأدى إلى حدوث دمار واسع في عدة مناطق. الزلزال الذي بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة وزان وأثار فزعا هائلا في المدن المجاورة مثل تطوان، طنجة والعرائش. كما شهدت المناطق المتضررة اهتزازات قوية مما تسبب في انهيار بعض المباني وتدمير الطرق الرئيسية. وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة لمحاولة إجلاء المدنيين من الأماكن الأكثر تضرراً، بينما أصدرت السلطات المغربية تحذيرات عاجلة لجميع المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات في حال حدوث توابع للزلزال. بينما تواصل فرق المتابعة العلمية رصد حركة الأرض، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث زلازل أخرى في الأيام القادمة. من جانب آخر، يعرب علماء الزلازل عن قلقهم بشأن زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة، فالعديد من الدراسات العلمية تؤكد أن المغرب يقع في منطقة خطرة تتعرض لمجموعة من التوترات الأرضية التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث زلازل متتالية. لذلك ينصح الخبراء المواطنين بالحذر الشديد واتباع تعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات. في الوقت ذاته فإن هذه الزلازل تثير تساؤلات كثيرة حول دور الإنسان في التأثير على طبيعة الأرض، سواء من خلال التغيرات المناخية أو التدخلات الجيوفيزيائية. ومع تكرار هذه الحوادث تبقى الحاجة ملحة لتوعية الشعب المغربي حول مخاطر الزلازل وكيفية الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية. التحذير الآن واضح، يجب أن يتعلم الجميع كيفية التصرف أثناء وقوع الزلزال، وكذلك الإعداد لمواجهة التوابع المحتملة، فلا مجال للمخاطرة، فالسلامة الشخصية تظل أولوية. ابقوا معنا لمزيد من التفاصيل حول تطورات هذا الحدث المأساوي.